الوداد المغربي خرج صن داونز من دوري ابطال افريقيا ووصل للنهائي على حساب صن داونز المرشح الاقوى للبطوله. فبكده يبقى هيكسب النادي الاهلي نغمه وعمالين نتكلم فيها. ده الاهلي خسر 5 من صن داونز والوداد خرج صن داونز، يبقى الوداد يكسب النادي الاهلي. يا جماعه اتكلمت وهتكلم تاني واقول لكم النادي الاهلي لو قابل صن داونز هيكسبه. القصه وما فيها، وهقولها تاني برضه، ان النادي الاهلي لعب في 10 ايام 3 مباريات وراح سافر افريقيا لصن داونز. لا لحق يتمرن ولا لحق يريح، واللعيبه كانت مجهده. والاستاذ كولر غلط ولعب قبل الماتش بتاع صن داونز ب3 ايام لاعب المقاولين العرب في الدوري ولعب بنفس التشكيل، وكان قبلها نفس التشكيل ثابت امام القطن، وقبلها في الدوري كان بيلعب برضه ب4 ايام. يعني 3 ايام في 3 ايام في 3 ايام لعب 3 ماتشات يا جماعه، وراح لاعب صن داونز. مع احترامي للنادي الاهلي، لو لعب 3 ماتشات في 10 ايام ورايح يلاعب غزل المحله في نهائي دوري ابطال افريقيا هيخسر منه يا جماعه. لو بيلاعب فرقه درجه تانية هيخسر منه. فالطبيعي الاهلي او اي فريق في العالم لعب ومر بالظروف اللي النادي الاهلي مر بيها وراح سافر افريقيا ولعب الساعه 3 في عز الحر، الطبيعي يا جماعه ان هو هيخسر من فرقه بتلعب على ارضها منظمه، فرقه قويه، وانت راجل رايح له خلصان. فما تجيش تقول لي ان الوداد المغربي خرج صن داونز يبقى هيكسب الاهلي. لا، الاهلي فريق كبير، وحاليا الاهلي بيمر بظروف يعني جيده جدا في التشكيل وفي الدكه، والدنيا تمام ومتفل 14. فمش عشان الوداد المغربي خرج صن داونز يبقى هيكسب الاهلي، ومش عشان النادي الاهلي خسر 5 من صن داونز يبقى هيخسر من الوداد. الماتش صعب، الماتش هيبقى بين فرقتين عارفين امكانيات بعض، فرقتين كبار. الوداد المغربي له جمهوره العظيم، وبلد المغرب بلد عظيمه، والاهلي المصري له جمهوره عظيم عظيم كمان. وطبعا يا جماعه الماتش مش سهل، فما تجيش تقول لي بقى وتقيمها على مزاجك. لا يا جماعه، الماتش ليه حسابات تانية، والمدرب اللي هيذاكر الماتش ويذاكر الخصم كويس هو اللي هيكسب. السلام عليكم، ما تنساش المتابعه واللايك والمشاركه يا عم الاهلاوي.